في فيديو النهاردة هوريكم ازاي بنعمل مفرش الورد الترند، فتابعوا معايا لاخر الفيديو عشان نشوف طريقته. اول حاجة هستخدم اي نوع خيط، وهستخدم ابرة 3.5. ابتديت اعمل الدايرة السحرية وشرحناها قبل كده في فيديو هيظهر لكم فوق، وعملت سلسلة، وبعدين هعمل كمان سلسلتين عشان ابتدي اشتغل جوه الدايرة. هطلع الخيط كده لبره عشان اعرف اشتغل، ولفيت الخيط على الابرة، وهعمل اول عمود بلفة. بلف كده الخيط على الابرة وبطلع وبخرج من اول حلقتين، وبعدين بلف وبخرج من اخر حلقتين، وهفضل اشتغل جوه الدايرة ب 12 عمود بلفة، يعني في المجمل 12 عمود بلفة. خلاص بقى هنا خلصت. هشد الخيط كده من ورا، وهدخل في اول عمود انا عملته عشان اقفل بيه منزلقة. بدخل كده من تحت الحلقتين واسحب الخيط وهقفل بيه منزلقة. بعدين هعمل 3 سلاسل. 3 سلاسل دي ثابتة معانا، وفي نفس المكان اللي عملت فيه السلاسل هدخل في نفس المكان وهعمل عمود بلفة. وبعد كده هبتدي اعمل سلسلة. في الغرزة اللي وراها هعمل تزايد 2 عمود بلفة. في كل غرزة بنعمل تزايد، يعني 2 عمود في نفس المكان، وهنعمل سلسلة. الراوند كله هيمشي كده، بندخل في كل غرزة بنعمل 2 عمود بلفة وسلسلة، 2 عمود بلفة وسلسلة، وهكذا لحد ما اوصل للآخر خالص. بعد كده هنقفل في اول عمود عملناه بمنزلقة، وهرتفع برضو 3 سلاسل، وفي نفس المكان هعمل عمود. انا مش بعتبر السلاسل دي اي حاجة، تمام. الغرزة اللي وراها هنعمل تزايد 2 عمود بلفة في نفس المكان. طبعا انا يا جماعة مش بشتغل في الفراغ اللي موجود اللي هو السلسلة اللي كنا بنعملها، بشتغل في فوق الغرز بتاعة العمدان، تمام. وبعد التزايد بعمل سلسلة. الغرزة اللي وراها هعمل عمود واحد بس. الغرزة اللي بعدها بعمل تزايد 2 عمود في نفس المكان، والغرزة اللي بعدها بتبقى عمود. منساش بعد كل تزايد بعمل سلسلة اهو، اول عمود وتاني عمود، وبعمل سلسلة ومش بشتغل في الفراغ. فاذا انا بمشي عمود تزايد سلسلة، عمود تزايد سلسلة، يعني التزايد في العمود التاني، وبكمل بالطريقة دي لحد الاخر. خلصت الراوند التالتة وهبتدي في الرابعة، وهعمل منزلقة و3 سلاسل زي كل راوند بنبدأها. في نفس المكان هدخل بالإبرة كده وهعمل عمود، والغرزة اللي بعدها كمان عمود. بدخل وبلف كده في الإبرة وبدخل من آخر حلقتين. الغرزة التالتة بقى هي اللي هنعمل فيها التزايد، يعني هنعمل 2 عمود بلفة. بدخل كده في نفس المكان وبعمل 2 عمود وسلسلة. فاذا الراوند دي هتبقى التزايد في الغرزة التالتة. بفضل اعمل عمود، طبعا هو مش بشتغل في السلاسل الفاضية دي، انا بشتغل فوق العمدان، عمود عمود تزايد وسلسلة، وهكذا. هقفل الراوند الرابعة بمنزلقة، وبعدين هعمل بقى 3 سلاسل تاني. دي الراوند الخامسة. متعودين ان احنا بنرتفع 3 سلاسل وفي نفس المكان بعمل عمود بلفة. هنا بقى الراوند دي بندخل فوق كل عمود عمود عادي من غير اي تزايد، والغرزة الاخيرة هي اللي هنعمل فيها التزايد اهو. دخلت في كل اهو، دي الغرزة الاخيرة هي اللي هي قبل الفراغ، بدخل فيها وبعمل فيها التزايد. في نفس المكان بعمل العمود وتاني عمود في نفس المكان وسلسلة، لانه بعد كل تزايد بنعمل سلسلة.
لو حابين تكبروا المقاس تعملوا بطانية او مفرش كبير واسع شوية هتشتغلوا بنفس الطريقة دي. فوق كل عمود عمود، والغرزة الأخيرة التزايد وسلسلة، وهتفضلوا بتعملوا بنفس الطريقة دي لحد ما توصلوا للمقاس اللي انتوا عاوزينه، ونقفل بمنزلقة طبعا. انا هنا وصلت للمقاس اللي انا عايزاه، طلعت 12 راوند، وخلاص هقص الخيط وهعمل سلسلة، وهبتدي بقى اجيب اللون الاخضر عشان ادخله في المفرش. جبت كده الخيط وهدخله ما بين حرفين الفي كده، ما بين العمدان يعني، وهسحب الخيط وهبتدي اعمل 3 سلاسل. وفي نفس المكان هعمل عمود بلفة، بدخل كده بالإبرة وبسحب من أول حلقتين وآخر حلقتين، وبعدين هرتفع سلسلتين، وفي نفس المكان برضو هعمل عمود بلفة بس مش مكتمل. تمام، بدخل كده بالإبرة في نفس المكان اهو، بدخل وبسحب الخيط وبطلع من أول حلقتين بس، وبعدين هلف الخيط تاني في نفس المكان، هدخل وهطلع وهسحب واطلع من أول حلقتين بس. اتفضلت 3 حلقات على الإبرة، هروح سحب الخيط وطلع منهم كلهم. كده انا خلصت اول حرف في وسلسلة، وبعدين بقى هفوت 3 غرز وهدخل في الرابعة. ادي 1 2 3، وهدخل في الرابعة بعمود غير مكتمل. تمام، وهدخل في نفس المكان تاني واروح سحبة من اول حلقتين، واخر 3 حلقات هروح سحبهم كلهم وارتفع سلسلتين. في نفس المكان هعمل عمود غير مكتمل وهسحب، وبعدين اطلع تاني واخرج، وبعدين هطلع من 3 حلقات على الابرة وسلسلة، وبفوت 3 غرز وبدخل في الرابعة، وبكمل بالطريقة دي لحد الاخر. وصلت هنا للاخر، هقفل في اول عمود انا عملته بمنزلقة وسلسلة، وهسحب الخيط وهبتدي بقى اجيب لون الورد اللي هعمله. انتوا ممكن تختاروا اي لون، انا اصلا غيرت اللون اللي هو ده، خليته لون احمر، بس هشرح بيه عشان يكون افتح شوية. هدخل بقى في حرف الفي بتاع اللون الاخضر كده في الفراغ، وهسحب الخيط كده كويس، وهعمل 3 سلاسل، وفي في نفس المكان او في نفس الفراغ هعمل عمود بلفة عادي جدا، وكمان عمود بلفة 3، وخامس عمود في نفس الفراغ، والأخير السادس آخر عمود. بطول بقى الإبرة كده، وبعدين هدخل في أول عمود أنا عملته بالإبرة كده من تحت الحلقتين، وهسحب الخيط ده كده عشان أخرجه من الناحية التانية، وبعدين هرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وجوه الفراغ بتاع الوردة ده كده هخش فيه وهسحب الخيط من تحت وهعمل غرزة حشو، وبعدين هعمل 3 سلاسل، وبعدين هدخل في الفراغ اللي جوه الوردة ده كده تاني حشو معانا، هما المفروض توتال 4 حشو، وبعدين 3 تالت حشو، وبعدين 3 سلاسل الأخار، وآخر حشو اللي هو رابع حشو في الفراغ بتاع الوردة اهو. كده انا عملته اهو، ده شكل الوردة، وهعمل سلسلة، والفراغ اللي جنب الوردة ده اللي هو ده بدخل كده فيه وهعمل حشو وسلسلة. انا بدخل جوه كل حرف في بعمل الوردة، والفراغ اللي جنبها بعمل حشو وسلسلة اهو. بلف الخيط وهعمل 6 سلاسل جوه حرف الفي، وبعمل الوردة وبسحب وبكمل بالطريقة دي. هطول الإبرة كده وهدخل في أول مكان أنا عملت فيه وهسحب الناحية التانية، وزي ما وريتكم
بندخل في حرف الفي نعمل وردة، والفراغ اللي جنبها حشو سلسلة. هنا اهو انا خلاص خلصت الورد، وبقفل في اول عمود انا عملته بمنزلقة، وخلاص انا قطعت الخيط وهعمل سلسلة. وطبعا هنضف الخيوط المتبقية دي، الاخضر بالاخضر والابيض بالابيض، وهرجع لكم. وبس كده خلاص خلصنا المفرش اهو. شكله لطيف جدا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.